بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عزيز إجراتي للإخبار. لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل مقطع جديد على القناة. كشف موقع فيشاجيس.net المتخصص أن الدولي المغربي أشرف حكيمي قد يعود إلى فريقه الأم ريال مدريد. وذكر موقع نفسه فيشاجيس.net أن مدرب النادي الملكي الإيطالي كارلو أنشيلوتي قد طالب إدارة فلورنتينو بيريز بالتعاقد مع الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي. وبحسب ذات المصدر فإن الإدارة الميرينغي تسعى للتوقيع مجددا مع حكيمي لتدارك الخطأ الذي اقترفته حين فرطت فيه لفائدة بروسيا دورتموند، حيث أصبح أفضل ظهير أيمن في العالم بعد تفجير مواهب هناك. كما تأتي رغبة الريال في إعادة حكيمي لقلعة سانتياغو برنابيو بعد تألقه اللافت رفقة المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022، وقبل ذلك حين أبان عن علو كعبة فرق بروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي حيث يلعب حاليا. من جانبه أشار موقع ستوب أند جول إلى أن عودة حكيمي لمدريد تبقى واردة بقوة في ظل رغبة البلانكوس في ضمه، لكنها متوقفة على مدى رغبة النجم المغربي في ذلك. نشكركم على مشاهدة الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ودعمنا بلايك وبتعليق جميل مثلكم، وشكرا.